أسباب تخصهم. أريد أن أقول للإخوان جميعا مع الأسف الذي اتهمنا بأننا تنفرق اللغة. غادي كنت كننتظر لأنه بالنسبة لي أنا هذاك ماشي اللغة، هذاك بالنسبة لي ماشي اللغة، ولكن لا بد يكون الفرق بيناتنا، لأنه ماشي هو اللي كان في المعارضة وماشي هو اللي كان يعني تحرش بالحزب ديالو، وماشي هو اللي كانوا الناس ديالو بداو تيدخلوا للسجن، وماشي هو اللي على من وقعت تزويرات في 2009، وماشي هو اللي توقفت من أجله الانتخابات، اللي ماشي انا اللي توقفت من اجل الانتخابات حتى يدوزوا الناس ديالو. فمن الطبيعي يجي الكلام ديالي. وانا دابا ملي تنجي لهنا ما تنجيش نشكي وما تنجيش نعود، كنجي باش نقول باللي حنا تنعيشوا واحد الواقع تحكمت فيه فئه من الناس، بدات من بدايه الاستقلال. وسمحي لي لا ابو عياد، انا كنصرح تصريحات وكنتحمل مسؤوليتها ديال الناس الوطنيين اللي يد في اليد ساهموا باش هاد البلاد بقات واقفه مع جلاله الملك. مع الاسف الشديد كاين هنالك اقوياء استطاعوا ان يستفيدوا بطريقه او باخرى. انا ما تنتنكرش، وهادشي تنقولوا دائما، تنقولوا باستمرار، ماشي اليوم ولا البارح، ولكن مازال كيخصني نبقى نقولوا ومازال غادي نبقى نقولوا، لاننا اليوم اذا كنا نعاني فإننا نعاني لأن هذه السياسات التحكمية التي لن تصل بنا إلى عدم تطبيق الألفية، برنامج الألفية الآن، التي كادت أن تصل بأن تعصف بالمجتمع كله، وأن تعصف بالدولة كلها، وأن تعصف ببنيتها، وأن تعصف بنظامها السياسي. وأنا كنقول باللي هذا الشيء هذا ماشي حاجة اللي غادي تنسى، لأنه المغرب راه واحد الدولة عندها واحد الأسس وعندها واحد التاريخ ومبنية بواحد الطريقة، وما تخصهاش هذيك الطريقة هذيك تبدل ولا تغير، خصها تبقى دائما قائمة، ولو نأديو حنا الثمن، ولو نضحيو، ولو تضيع الحقوق ديالنا. لأنه البلاد حنا كنعتبروا باللي التماسك ديالها، تنعتبروا باللي المرجعيه الاسلاميه ديالها، تنعتبروا باللي الملكيه ديالها، تنعتبروا باللي الوحده الوطنيه ديالها ما عندهاش ثمن. ومادام ما عندهاش ثمن، ولكن يسمحوا لنا الناس اللي داروا المخالفات واللي استفدوا واللي وصلوا للمواقع اللي ما كيستحقوش، حيت هنا وكون كانوا الميداليات كيتوزعوا على السياسيين الحقيقيين، واحد العدد ما غيكونوش هنا. مع الاسف الميداليات كاينين غير في التيرانات. ما لو كانوا الميداليات كذلك في البرلمانات، وكانوا الميداليات كذلك في مجالس المستشارين، وكانوا الميداليات كذلك في المجالس، ديك الساعات خصك غير الهضره، والهضره جميلك على الهضره. هذه هي المشكله. ولكن في الاخر المغاربه كيميزوا بين الغتي والسمين، كيميزوا بين اللي كيتكلم معاهم بالمعقول، كيتكلم معاهم بالجديه، وتيشوفوا السلوك ديالو، تيشوفوا التصرفات ديالو، تيشوفوا المواقف ديالو، وبين اللي كيبقى يستافد من الفرصه ديال الاستقواء عليهم بالاساليب والوسائل الغير المشروعه والغير الديمقراطيه والتي تهدد بلدهم، وكينتظروا فيه الفرصه، وملي كتجي الفرصه كيعطيو النتيجه ديالهم، حتى هما عندهم الطرق ديالهم النهار اللي كيصوتوا والنهار اللي كيتعترف بالنتائج الحقيقيه. على داك الشيء انا ما كنعتبرش الكلام ديالي لغا، وغنبقى نقولوا ونعودوا: ما رايت لذلك حاجه وما رايت لذلك ضروره. وبالمناسبه كانت تدخلات حقيقه تدخل السرور، لانه الانسان اللي يكون تيتكلم ولو يكون بطريقه قاسيه، كيتكلم في اتجاه الحاجه اللي فيها المصلحه ديال البلاد، معليش، والحاجه اللي فيها انتقاد ديال الحكومه ولا ديال رئيس الحكومه، معليش، الا كان غادي يدفعنا باش نمشيو في واحد الاتجاه، ولكن خص على الاقل تكون الامور مدروسه. فلما نكونوا كنتكلموا على المقاصه ويتجبد لي القضيه ديال الديون ويطرح عليا السؤال علاش مشينا استدنا مليار ديال الدرهم، كان مليار ديال الدولار، كنستغرب. لماذا؟ لان هذا الشيء كاين في القانون ديال الماليه ديالنا، كيعطينا الحق في 64 مليار ديال الدرهم،
وتيقول لنا ما تفوتوش 20 مليار ديال الدرهم من الاقتراض الخارجي. ياك السي عندي الحق نتكلم معك، انت وزير ديالي، عندي الحق نتكلم معك وحتى واحد ما يتدخل فيا. فهمتي؟ ولا كان بغى يتدخل فيا على الاقل يقرا القانون ديال الماليه وعرف اش كندير. الا كنتيو كتكلموا على ذاك الخط الائتماني اللي خدينا، شوف بعيد، حنا تنعيشوا ازمه، حنا في المغرب تنعيشوا ازمه وهي مضاعفه. حنا اصلا دوله بامكانيات محدوده، واوروبا كتعيش ازمه. شوفوا شنو وقع في اسبانيا اللي هي بجوارنا. الوضع ديالنا الحمد لله ما وصلش للوضع ديال اسبانيا، ولكن بقينا كنفكروا كنقولوا اليوم يلاه نزل الثمن ديال البترول حتى قرب كدا 80 دولار البرميل. دابا طلع ل 110 اليوم، 110 ديال الدولار، وكل دولار تيكلفنا 600 مليون درهم في العام. 600 مليون درهم. وحنايا ما بغيناش في بضعه شهور الا تفاجئنا، ما تنعرفوش التحولات اللي كاينه اليوم في العالم. ما بغيناش الا تفاجئنا، اذا فوجئنا بتحول في ثمن الدولار كبير وكنا مضطرين نشريو البترول، توقع ازمه يعني خانقه في المغرب. فقلنا ناخذوا هذا الخط الائتماني وكنترجاو من الله سبحانه وتعالى ما نحتاجولوش، ولكن الا احتاجنا له يكون عندنا. وهذا هو ماشي عملنا واحد الاجراءات، طبعا ماشي عملنا اجراءات باش نقصوا باش نستعمل نقص. باقي شي حد كيناقش عباد الله في المقصه. هذه المقصه من النهار اللي عقلت ودخلت انا البرلمان وانا كنسمع باللي تيخص الاصلاح ديال صندوق المقاصه، تيخص الزياده في الثمن ديال البنزين، ولكن الحكومات السابقه كانت كتاخذ الاحتياط. حنا تشجعنا وتوكلنا وغامر الله وغامرنا بالشعبيه ديالنا، وخدينا قرار اللي اعتبرناه في المصلحه ديال البلاد، والناس تعترفوا بهذا من مختلف الاطياف السياسيه ومن مختلف المؤسسات التي يعني يؤتانا باسمها كحجه اليوم في مثل هذا اللقاء. وبالمناسبه تخص الارقام تكون دقيقه. صحيح الاش سي بي تيقول باللي فقدنا 109,000 منصب، ولكن في السمستر الاول تيقول دابا باللي ربحنا 121,000 منصب شغل، وباللي النسبه ديال التشغيل انتقلت من 9.9 الى 8.1 الى ما غلطتش. هذا دليل على انه رغم الصعوبات كاين واحد التحسن. وحنايا اللي كنراهنوا عليه هو انه المغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم رغم الظروف الصعبه غادي يتخذ من الاجراءات والتدابير، وانا متفق مع الاخوان ديال التقدم والاشتراكيه، غادي يتخذ من الاجراءات والتدابير، ولكن حتى حاجه راه هي ما سهله بكل صراحه. لانه اولا وقبل كل شيء نحن تحالف ونعمل في اطار دوله، وكاين يعني ماشي غير جهه وحده هي اللي كتاخذ القرار، كاين البرلمان فهمتيني ولا، والرئيس ديال الدوله هو جلاله الملك، وحنايا كنعملوا في هذا الاطار. وفي هذا الاطار حنا كنحاولوا نوصلوا لتوافقات. راه ما كاين حتى شي حاجه اللي يمكن يتصور الانسان انها سوف تكون بسهوله. ولهذا المراجعه الاصلاح ديال الاداره بحال اللي قالوا الاخوان موضوع على المخطط التشريعي، وجدنا المسوده ديالو وصيفطناها للاخوان الوزراء باش يقولوا لنا رايهم فيها، وغادي نجيبوها. الاصلاح الضريبي، الاصلاح ديال انظمه الاجور، كل شيء هذا الشيء. ولكن كيبقى انه الفعل الرئيسي بالنسبه للدوله هو الاستثمار. لانه الناس عيبوا عليا انني قلت عفى الله عما سلف. انا ما قلتش من خلال عفى الله عما سلف انه السارق انا تنقول له الله يسامح، اسمح الداليه ديال با باش نقول له الله يسامح. لا، انا كنقول له الحكومه لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات كما يقال، بمطارده الساحرات. الحكومه سوف تشغل نفسها بالامور الايجابيه الموجوده في المستقبل. اما الا مشيتي كتقلب وكتبحث ما يمكن ما غاديش تلقى، ولا لقيتي داك الشيء غادي تدخل في واحد المتاهه. ولكن اللي اي شخص يعني وقع تحت طائله القانون واكتشف انه مس درهما واحدا من درهم هذا الشعب المغربي سوف يحاسب وفق القانون. ولكن هذا لا يفيد ان الحكومه ستترك هذا الشغل الاساسي الذي هو الاستثمار والتي هي مشغوله به. ويلا اجتمعنا باش نشوفوا شنو هو السبب ديال الاستثمارات، ولقينا باللي الحكومه من خلال واحد اللجنه ديال الاستثمارات حلت المشاكل ديال 15 مشروع، وباللي كاينه مشاريع اخرى متعثره. وطلبنا من الاخوان ديال الداخليه
يعطيونا التفاصيل واش ديك المشاريع متعثره بسبب او بغير سبب، والوزارات الاخرى، وكونا لجنه اللي غادي تبقى تنعقد اسبوعيا باش نضرب هذا الشيء هذا. طبعا حتى شي حاجه ما سهله، ولكن النتائج ما كتجيش بسرعه. المهم هو الاراده والنيه الحسنه باش الامور تقدم للامام، وراه حنايا يعني غاديين فيها. وهذا وبغيت نقول واحد القضيه. انا الاخوان الوزراء ليسوا ماشي يعني اصابهم الله بالبكم. الوزراء راه كيمشيو للبرلمان، الوزراء كيمشيو للبرامج في التلفزيون، تيمشيو كيعملوا تصريحات. اللي القضيه ديال التصريح شيء، الحكومه ملزمه بقراراتها وملزمه بتصريحات. المسؤول على التصريحات الرسميه ديال الحكومه هو عبد الاله بن كيران. هذه هي الامور الاساسيه. واما اذا كان هنالك تصريح، فمثلا التصريح اللي عمل السيد الداودي ما كانش لحد الان نهائيا مراجعه المجانيه ديال التعليم في اي مستوى. طبعا هو واقع له مشكل وتيحاول يحله وتيعمل بعض التصريحات اللي تيمكن لها تطرح اشكاليات ونفكروا فيها للمستقبل، ولكن الان ليس هنالك اي قرار يعني في لكي نسير يعني في هذا الاتجاه. وبالعكس انا الاخوان اللي تيتكلموا على الاداره والاصلاح ديال الاداره والتخفيف ديال الاداره، مزيان، هذه فكره ممتازه، هذه تخفف الاداره بل تلغي كاع بعض الادارات. ولكن كيف؟ هل من السهوله؟ هل تعتقد ان موظف واحد اذا كان عندك في اداره وكان من رايك انه لا يصلح، من السهل ان تحوله احرى ان تطرده؟ في هذا المغرب هذا دارت القوانين، وانت راك عارف هذا الشيء الناس دارت القوانين بواحد الطريقه، لان هذا ولهذا حنا اللي كنفكروا فيه هو اعاده الانتشار. وبغيت من هنايا نحيي الناس ديال الاداره اللي تيقوموا بالعمل ديالهم بجديه واجتهاد، وكاين واحد العدد كبير منهم. وبغيت نقول للمسؤولين في الاداره اللي مسؤولين على يعني باش يفيزيو الحسابات ديال الناس، توكلوا على الله ويتحملوا مسؤوليتهم. بداو تيقولوا باللي راهو ما تيخافوا. علاش تيخافوا؟ من ازعج اي واحد منهم، اي شخص. كاين هنالك اشخاص في المحاكم باسباب اخرى لا علاقه لها بالاداره، وحتى لو يغلط الانسان في الاداره ولكن يغلط بنيه حسنه، ما غيكونش من المعقول ان نحاسبه او ان نؤاخذه. خصها تكون الامور واضحه. ولهذا انا كنقول لهم وكنقول من هنايا راه الاعتمادات المرصوده لواحد العدد ديال المشاريع لم تصرف، وتاجيلها يضر بالاقتصاد المغربي. وانا كنقول للناس اتخذوا القرار، اوقعوا للناس الفلوس ديالهم واعطيوهم المستحقات ديالهم باش الشركات تعيش وتخلص الناس وتخلص لي فورنيسور ديالها، وباش يتمشى الاقتصاد وباش تمشى الدوله. توكلوا على الله وتحملوا مسؤوليتكم، وما عندكمش مناش تخافوا حتى شي حاجه. نعم الاشباح، شوف انت الا عارفهم جيبهم لي انا نشدهم لك. بالمناسبه تكلمتي على ذاك الفلوس اللي خرجوا من المغرب. انا في الحقيقه كنت غنقول لك هذه القضيه، كنت غنقول لك الا عرفتي شكون اللي خرج، شحال خرج، جيبوا لي انا. لا انا ما عرفتش. كتكلم واخا ولو من قول من. هذا هو السؤال، فهمتيني ولا لا؟ اما ذاك الرقم انا الاخوان تكلموا لي عليه، ولكن من الناحيه العمليه الدوله اولا هذه القضيه ديال التهريب انت كتعرف بانها هذا ابتلاء كاين في واحد العدد ديال الدول ديال العالم. ولكن انا ماشي تنبروا، ولكن اللي نقول لك انه هذا يعني ليس عندنا الامكانيه. انا شخصيا تنقول لك باش نضبط هاد الارقام، باش نضبط هاد الاشخاص اللي كتكلم عليهم انت. باقي دقيقه ونص سيدي رئيس الحكومه. السيد الرئيس، غادي نختم بالرياضه. بغيت نقول للاخوان ما يلي: الرياضه نموذج، خصنا نعاودوا نبنيو الامور ديالنا على المعقول. ماشي مهم ما نربحوش الميداليات، وإن خصنا نعاودوا نبنيو الامور ديالنا على المعقول، ونعاودوا نبنيو الامور ديالنا على الاستحقاق، ونعاودوا نبنيو الامور ديالنا على اللعابه الحقيقيين ولاد الشعب،
وما يبقاوش يستافدوا من الاموال اللي كتمشي للرياضه، الافراد والاسر والعلاقات والما نعرف شنو، وما يبقاوش يدخلوا في المواقع ديال الرياضه الافراد اللي ما عندهمش الكفاءات، ونخليوا الناس ديال الكفاءات. خاصنا نمشيو في المنطق ديال الكفاءه والثقه في المجتمع والثقه في ابناء الشعب، وساعتها سيرفع راسنا في الرياضه عاليا كما سيرفع راسنا ان شاء الله الرحمن الرحيم عاليا في الامور الاخرى. وانا اريد ان اطمئن المغاربه ان الوضع متحكم فيه وانه مقدور عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يجيب الفرج والتيسير ديالو، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يتخلى عنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا